صباح السعادة وصباح الأمل وصباح التفاؤل، صباح الجمال على عيونكم، أحلى وأجمل إخوات في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. تعالوا كده، طبعا بقالي كتير ما طلعتش معاكم، بعتذر طبعا لأني والله العظيم فعلا أنا تعبانة جدا جدا، بس الحمد لله. ادعوا لي، دعواتكم معايا إن شاء الله ربنا يشفيني كده الحمد لله. عامة يلا نقول الحمد لله على كل حال. الفيديو ده أنا عاملاه كده، يعني عاملاه عشان عايزة أتكلم معاكم كمان. واحنا بنغسل كده شويه المواعين دول، كان مكان مفطرنا، انا كنت سايبه الحمد لله المطبخ زي الفل، وهعمل غدا معاكم. بس تعالوا واحنا بنغسلهم كده نقول اول حاجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بداية بقالي كتير ما طلعتش والفيديو متأخر، وعايزة اقول الف مليون مبروك لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح ليكم يا رب في اللي جاي. ايا كان بقى في ظلم ما في ظلم، كلنا نحمد ربنا على حالنا والحمد لله، وببارك من هنا البسملة بقول لها الف مليون مبروك عليك يا حبيبتي. وهو ده اختيار ربنا، وبجد اي حد حاسس ان هو اتظلم، اي حد حاسس ان مش دي ما يستحقش النتيجه دي، او مش دي نتيجته، او لا ده مش مجهودي، هو ربنا عايز كده، وربنا حطك في المكان ده عشان هو ده اللي خير ليك. وان شاء الله بعد كده هتعرف ان الطريق ده خير ليك، وممكن من خلال الطريق ده تحقق حاجات ما كنتش هتعملها في الجامعه اللي نفسك تخشها. وطبعا كل اللي اتمنى وربنا نولها له مبروك عليه، وربنا يوفق للجميع. يعني ده الكلام ده كنت نفسي اقوله للطلاب بتاعه الثانويه العامه في اول ما النتيجه طلعت، وهم كان في اكتر الطلاب منهم كانوا زعلانين قوي، كانوا متضايقين ان مش دي نتيجتنا، لا احنا حاسين بالظلم. كل ده خير يا جماعه، وهو ربنا عايز كده. فربنا يا رب يسعدكم، وربنا ان شاء الله يوفق لكم، وربنا يكتب لكم كل الخير. والحياه ما بتقفش بس عشان نتيجه الثانويه العامه، لا لسه اللي جاي احسن، وانتي وشطارتك بقى يعني ربنا يكتب لك الخير في اللي جاي، في اللي ربنا كاتبه لك يعني. فربنا يوفق لاولادنا جميعا يا رب، ومليون مبروك للي نجحوا، واللي ما كانش الحظ معاهم ان شاء الله عوضوا جميل، يعني ربنا باذن الله هيعوضك خير. حاجه تانية بقى يا جماعه، انا قررت ان انا كل يوم عايزه انزل معاكم فيديو، يبقى ايا كان بقى روتين مع بعض، بنعمل اكل، بنتكلم، بندردش، انتوا تستحملوني عشان فعلا فعلا يعني انتوا بجد بفتقدكم جدا. بحس ان انا خلاص اخدت ان انا اسجل معاكم كل يوم، اتكلم معاكم كل يوم. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه كده، خلينا في الفيديو بتاعنا. هم كانوا حبه صغيرين جدا مكان الفطار، انا اي ما بخليش اي يعني مواعين ورايا وكده على طول، ولو انا ما بغسلهاش جبنا ممكن لو اطباق زي كده بتغسلها وكده. فيلا بقى نقول لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناه، وبتمنى من كل اخواتي وحبايبي يتابعوا الفيديو كده للاخر. وطبعا بشكر كل اخواتي وكل حبايبي اللي بينضموا ليا على راسي من فوق. خلاص بقى كده خلصنا شويه المواعين، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص الموضوع سهل لان مفيش حاجات كتير. وهنا هنخش على المعتاد العادي يعني بتاعي، عشان اظبط دماغي ابدا. كان لسه بدري اصلا على ميعاد الغدا، كان لسه بدري قوي قوي يعني على ميعاد الغدا، فقلت اعمل الكوبايه دي بقى واخرج اقعد كده بره شويه وبعد كده اشوف هنعمل ايه. وده كان يوم اصلا بتاع السوق، كنت جايه من بره مفرهده جدا، كان الجو حر، وبقالي كتير ما نزلتش ولا خرجت ولو خرجت يعني بروح عند الدكتور، بروح عند مامتي، مشاوير بسيطه قوي، وممكن بقضيها مع زوج يعني بيوديني بيجيبني اي حاجه يعني. فده كان اول يوم انزل فيه السوق، وبصراحه يعني الحمد لله تعبت في اليوم ده، فانا هضطر ان انا اشوف دكتور تاني. الموضوع يا جماعه مش عارفه ليه بيتطور معايا، مع اني انا اصلا ولا كنت واقعه ولا مكسوره زي ما قلت لكم، يعني المشكله كانت في الاوتار بتاعه رجلي، ودي بصراحه حاجه تعبتني قوي. ما علينا، انا عملت كده كوبايه نسكافيه اللي هي اظبط بيها دماغي، وهدي كمان احمد كوبايه الشاي دي كان طالبها، ونشوف هنعمل ايه بقى. تعالوا بقى نعمل غدا سريع وسهل ومش هيوقفنا كتير، وبما ان الجو الحر ده احنا مش عارفين هنعمل يعني. قولوا لي انتوا بتعملوا ايه في الجو ده؟ حتى يا جماعه لو في تكييف او في اي حاجه بيبقى فيه سخونيه، جو حر جدا جدا، فربنا يرحمنا برحمته. خلاص هانت يا جماعه، ومحدش يقول ان بيحب الصيف تاني بقى، عشان انا هزعل من اللي بيحب الصيف دول قوي، لان انا من اكتر الناس كنت عاشقه الصيف. من اللي بقى يحصل لي اقول لا انا عايزه افضل في الشتاء على طول. معايا كده كام بطاطسايه حلوين كده، هنبدا ان احنا نقشرهم. انا كنت هعملها حاجه تانية وهم قالوا لي احنا عايزين محامير. عارفين المحامير؟ هم عايزين محامير. يلا بينا. الجو ده مش عايزني واقفه في المطبخ، انا عماله اصلا ما عملت الغدا ده حرفيا كنت بموت من الحر، والله العظيم يعني ربنا يرحمنا برحمته الواسعه.
والقمر اللي وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا بينا هبدأ. حطيت فيها ميه بقى كده وركنتها، وتعالوا نعمل بقى كده ايه، نشوف هنعمل ايه مع بعض ونبتدي كده واحده واحده. جبت اللهون بتاعي الحلو ده، ولو عندك خلاط محضر بقى، محضر الطعام يعني الخلاط او الكبه اي حاجه، انا بحب ادق كده بما اني يعني ما عنديش كبه زي ما انتم عارفين بصراحه. يعني معايا ايه بقى، معايا كام فص من الثوم كده، واتنين فلفل يعني يكون واحد حراق كده وواحد لا عشان الاطفال والكلام ده، وحطيت كزبره، حطيت كمون، حطيت شويه من الخل صغيرين وبس كده. وهبدا ان انا ادي ايه، ايوه كده زي ما انتم شايفين. هبدا ان انا افرمهم كده ناعم بايديا على طول، بس نسيت حاجه هجيبها فبقول لكم استنى. مقطعه كده طماطمايه عينها من القشر والكلام ده وحطاها، عايزه تضيفيها تمام، مش عايزه مفيش مشكله، بس انا بحس ان هي بتدي طعم كده حلو. شايفين خلطه جباره. مش هنعمل بقى معايا بقى نص كيلو من السجق او الصدق زي ما بتقولي عليه بقى ايا كان، حبه من الزيت كده وهنزل بيه اديله صدمه على طول. الطريقه دي جميله جدا، وبجد الخلطه اللي احنا عملناها في الاول دي جباره مع الكبده يا جماعه ومع السجق وهنعمل بقى كمان طحينه بالخلطه دي بتكون جباره مع الاكله دي. وزي ما قلت لكم اكله خفيفه كده، اللي هو ايه، اكله سريعه، اكله يوم الثلاث دي كانت اكله يوم الثلاث. احنا عندنا بيبقى سوق يوم الثلاث في المكان اللي احنا فيه، فبنطلع بقى السوق في اليوم ده، بنبقى اصلا جايين مفرهدين بقى، فاللي قادر يعمل حاجه يعملها يعني. يلا اديته بقى كده كام تقليبه، اديته صدمه. يلا بينا هبدا بقى ان انا مقطعه بصل كده جوليان او مقطعه مكعبات زي ما انت بتحبي، وهنزل بالفلفل كمان، ده فلفل اللي هو اللي مش حراق اللي هو الرومي يعني. وهبدا ادي تقليبه. ولو وصلنا بقى لحد هنا ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. زي ما انتم شايفين جبت معلقتين بقى حلوين كده من الدقه اللي احنا عاملينها دي، وهنسيب الباقي هنحتاجه دلوقتي في كذا حاجه. يلا ادي تقليبه وشمي بقى، والله العظيم الريحه كانت بصوا قلب الدنيا. قشرت كمان كام طماطمايه كده ونزلت بيها. عايزه تحطي معلقه صلصه مفيش مشكله، لكن انا استكفيت كده حلوه قوي. يلا هوطي بقى عليه النار واسيبه كده مع نفسه، بس كل الكلام ده يدبل معاه شويه كده وخلاص، ونحط الملح بتاعه. وانا حطيت بالامانه حبه بهارات بسيطه جدا، لان انتوا عارفين السجق ده بيبقى متبل اصلا ويبقى فيه بهارات، فاحنا مش عايزين نقور عشان نبدا نحس بطعمه. احنا كده كده حاطين كمون، حاطين كزبره، ما بحبش خالص الفلفل الاسود فيه. حطيت بهارات مشكله اللي هي رشه بسيطه جدا جدا جدا، هحطها اصلا معاكم دلوقتي وانا بحط الملح. قشرت البطاطس اللي شفتوها كده، انا كنت هعمل جنبه مكرونه بصلصه، قالوا لا احنا عايزين طحينه وعايزين بطاطس محمره وبس. حطيت الملح وحطيت زي ما قلت لكم سنه بهارات صغيره. بصوا بقى هوريكم شكله من قريب دلوقتي تحفه، وريحته يا خبر ابيض. عايز سندوتشات فينو بقى، بس قلت لهم لا، هو العيش البلدي مع شويه جرجير كده مع شويه الطحينه خلاص هي بقت وجبه، واحنا مش عايزين اصلا البطاطس دي في اي حاجه. والحمد لله فعلا اللي انا ما عملتش مكرونه، لان يعني احنا ركزنا هنا مركزناش في حته تانية. تعالوا بقى نعمل الطحينه مع بعض. هنبدا ان احنا نحط شويه ميه كده، ولو عندك سنه خل ماشي فكها بيها، انا ما كانش عندي اخر حاجه حطيتهم على الخلطه دي، يعني موجودين في الخلطه اللي انا حطيتهم دي. حطيت معلقه من الخلطه اللي احنا عملناها في الاول اللي هي عباره عن ثوم وكمان فلفل، وحطينا كزبره وكمون وبس كده. هبدا ان انا بقى اقلب واحط الملح بتاعي وخلاص على كده. طمعت في شويه خلطه تاني حطيت عادي، هي بتبقى طعمها جميل جدا يا جماعه بجد، وبتبقى خطيره بالخلطه دي. حطيت الملح بتاعي وخلاص بس كده.
مين اللي راح صيف يا جماعه؟ قولوا له رحتوا صيفتوا ولا لا؟ والله انا عامه على عندي ظروف ما كده فمخلياني السنه دي شكل كده هانتخ، يعني شكلي مش عارفه. يلا البطاطس كانت تحمير بقى وكانت خطيره بصراحه. كنت هرش لهم عليها خلطه بطاطس، قالوا لي لا احنا كده كده هنحطها في السندوتشات. هم اولادي هقول لكم بياكلوا السجق ده ازاي، هوريكم دلوقتي في الاخر احنا بناكله ازاي اصلا. يعني ما بنحبش اي حاجه جنبه، احنا كفايه قوي طبق البطاطس ده وشويه الطحينه دول وشكرا على كده. خلصنا. هبدا احط دور تاني بقى يا جماعه. بس كده بقى السجق خلاص خلص. شايفين شكله تحفه وريحته وطعمه حكايه والله. بس هي الاكله كده وخلاص. قطعت بقى طماطم كده عشان كان في خلطه فايضه، قلت لا مش هرميها استغلها بقى اعملها كده. وجرجير غسلناه، فلفل كده مش حامي يعني، وكان حلو مع الاكله. تعالوا بقى نشوف هناكل ازاي الاكله دي. هو ده الكلام، ما تقوليش بقى هاتي فينو بقى والكلام بتاعكم ده يا جماعه، ما فيش الكلام ده. هو الكلام اللي انا بقوله لكم ده. تعالي بقى. ايوه رايحه فين؟ يلا بينا. بصوا هيتخانقوا معايا دلوقتي عشان ياخدوا السندوتش. اه بصوا ايديها ممدوده دي على طول. يا رب يكون فيديو خفيف على قلوبكم. زي ما قلت لكم والله هو فيديو سريع، حبيت اتكلم معاكم شويه، قلت اعمل معاكم غدا سريع وسهل. دايما اشارككم كل حاجه. ما تنسوش لايك والشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.